ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي قبل ده على طول كنت منزله لكم الريفيو بتاع الرينج لايت دي بتاعه جنرال، وكان في حاجه كده من ورا انا ما كنتش عارفه هي بتاعه ايه، فسالتكم ساعتها قلت لكم اللي يعرف يقول لي عشان أنا مش عارفه هي بتاعه ايه. ثواني بس اشغل الفلاش بتاع الموبايل عشان تبان. اهي يا بنات، انا كنت سألتكم عن المكان ده وقلت لكم هو المفروض ان هو مكان بيتحط فيه كابل يو اس بي، بس ما كنتش عارفه هو بتاع ايه. يعني سألتكم قلت لكم لو تعرفوا المكان ده بتاع ايه قولوا لي. عايزه اقول لكم انا بعد ما نزلت الفيديو على طول على القناه عندي عرفت المكان ده بتاع ايه. المكان ده لو انتي موصله الرينج لايت بالكهرباء، ومثلا حاطه التليفون هنا بتصوري بقى فيديو، بتصوري اي حاجه، وتليفونك عايز يتشحن، بدل ما تحطي التليفون في شاحن وتضطري تحطيه في فيشه تانية، لا انتي هتحطي الكابل بتاع اليو اس بي هنا وهتحطيه في الموبايل هيشحن. تعالوا كده هوريكم تجربه برضو عشان تبقوا عارفين. بصوا يا بنات، هو انا بما اني بصور بالموبايل مفيش موبايل تاني اجرب عليه واوريكم. ده باور بانك هنتعامل معاه على انه موبايل يعني، وهو كده كده بيشحن بالشاحن بتاع التليفون العادي يعني. تمام، فنعتبر ده انه تليفون مثلا انتي حاطاه بتصوري فيديو او حاجه والتليفون عايز يشحن، فهتحطي الشاحن بتاع التليفون هتحطيه في التليفون عادي، والكابل بتاع اليو اس بي ده هتحطيه هنا في المكان ده. فبصوا انا حطيت الكابل هنا وحطاه في الباور بانك وهو فاصل خالص وبدأ يشحن اهو زي ما انتوا شايفين. فهو نفس الفكرة هتتعاملي بيها مع التليفون. لو انتي حاطة التليفون بتصوري والتليفون فصل منك، او انتي عايز تشحني التليفون مثلا يعني، ومفيش فيشة جنبك غير اللي انتي حاطة فيها الرينج لايت، تقدري تحطي الكابل ده وتشحني التليفون عادي كأنه محطوط في الكهرباء عادي وبيشحن، او زي ما انتوا شايفين عشان بس محدش يقول انا حاطاه في مكان تاني، او الكابل محطوط في الباور بانك وبيشحنه. بس كده يا بنات، دي كده معلومة انا كنت مش عارفاها وسألتكم عليها في الفيديو اللي فات، فاول ما عرفتها قلت اصور لكم فيديو عشان لو محدش عارفها برضو يعرفها عن طريق الفيديو بتاعي. بس يا بنات اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.